only wanted to have fun, learning to fly, learning to run. السلام عليكم. الأستاذة بهيجة البوعوني مسيرة مركز دايزي ميلرز متواجد بمدينة تطوان سونترفيل، وفي نفس الوقت أستاذة بنفس المركز لمواد شعبة الاقتصاد جميع المستويات. اليوم إن شاء الله اليوم الأول افتتاح تسجيل الموسم الجديد. بهذه المناسبة بغيت نهضر مع ساكنة تطوان على التجربة ديال دايزي ميلرز اللي هي في الحقيقة تجربة كنعتبروها ناجحة ورائدة والحمد لله، والفضل كيرجع الله أولا، وثانيا الخطة والاستراتيجية اللي وضعها إدارة المركز. أولها خلق جو مريح للجميع، تلاميذ، أساتذة، أولياء الأمور. ثانيا الرفع دائما من المستوى الدراسي ديال التلاميذ وديال الطلبة. النقطة الثالثة اللي كيتميز بها سونتر دايزي ميلرز هو الانتقاء الجيد والمسؤول الأساتذة ديال المركز المشرفين على الدعم، واللي هما في الحقيقة عندهم واحد الاسم كبير في الساحة التعليمية. قريت هنايا في مركز دايزي ميلرز اولى باك ديالي، كانت عندي تخصص ايكونومي. الحمد لله كانوا نتائج جد مشرفه بالفضل ديال الاستاذه بهيجه والمجهودات ديالها اللي كانوا معنا من اولى باك، وكملت هنايا حتى ثانيه باك ديالي وجبت باك مونسيون بيان الحمد لله بالفضل ديالها. بهيجه عاونتني بزاف هذا العام، جيت باك بالسبه ديالها نقول بزاف د المواد ما كنتش كنفهمهم، واخا مالوغوزمون تاخرت دخلت السونتر حتى الدوره الثانيه بحق كانت نتائج مزيونه وانا راضي على النقاط ديالي في البكالوريا. وكنصح اي تلميذ ولا تلميذه عنده ثانيه باك هذا العام يجي عند استاذه بهيجه، تعاونوا بزاف وما ننساش الخير ديالها، ما يتنساش مره. كانت اون اكسبيريونس زوينه، جبت في لو ريجيونال 17.35 غراس لدام بهيجه اللي كنقول لها شكرا. عندها واحد ضمير مهني، كتخدم معاك حتى كتكون حريصه حتى تفهم. انا ام واحد التلميذه خوله ابن موسى. التجربه ديالنا كانت مع الاستاذه بهيجه، كانت تجربه رائعه، انسانه خلوقه كتخدم مع العيال بجد وإنسانية. صراحة أنا اكتشفت صدفة معهد دايزي ميلرز، وفوجئت في مستوى الرفيع لأساتذته نساء ورجالا، وفوجئت كذلك بالتنظيم المحكم لإدارته في شخص مديرته الأستاذة بهيجة. صراحة كما قلت فوجئت في مستوى أساتذة الرفيع تكوينا وتلقينا. تحية شكر وتقدير للوالدين أولياء الأمور على الثقة ديالهم الدائمة والمتجددة. وتحية أخرى لتلاميذنا والطلبة الأعزاء، كنتمنى لهم سنة دراسية جديدة ناجحة إن شاء الله، وكنوعد الجميع إن شاء الله هذا الموسم يكون أفضل وأحسن من الموسم اللي فات، ودائما نكونوا كل عام أفضل من اللي سبق إن شاء الله. وشكرا.